هذا شيء غريب جدا. انا حاليا بصدمه. من احلى الشغلات برمضان هي الحلو بعد الفطور، لهيك خلونا نشوف شو قرموا شو عاملين. هذا التشيز كيك اللي بيجي بالمطربانات انا كتير بحبه، بس رح اتركهم للاخير. خلونا نبلش بالكيكه الرمضاني، شكلها خرافي. خلوني اورجيكم اياها. شوفوا لي الزينه والشكل ما احلاهم، شكل الهلال. طبعا هذا بيستاشيو مع تمر، كتير كتير متحمس اني اجربه، شكله لذيذ جدا. الباكجينج تبعهم كتير كتير حلو، وهون مكتوب حرفيا مكاني المفضل هو داخل معدتك. حبيت الفكره. طبعا شوجر مو هو براند محلي من دبي، له اكثر من 10 سنين، وكل مره بيفاجئونا بابداعات جديده. خلونا نجرب هالكيكه الرمضاني. راح اشيل قطعه وكتر فيها بلو بيريز لانه انا كثير بحبه. اوه شوفوا لي هالمنظر ما احلى. بسم الله. ما عم بشبع منه. اطيب شيء هو الحلو الموزون اللي ما بيكون فيه السكر كثير، وهذا واحد منه. في انواع من التشيز كيك بتيجي البسكوتي فيها قاسي، بس لا هي طريه جدا وانا بحبها هيك. برايي هذا ممتاز زي العزايم، كفي 10 اشخاص 100%، شكلي راح يعتمدوا. وهلا خلونا نبلش بالبراونيز. صرت بشيك بعد كل فتحه، هالمره زلت. منظرها كتير كتير بيشهي. شو هذا اللي على الوجه؟ خلونا اول شيء نجربها بدون. البراوني نفسها كتير كتير طيبه، وانا وعم اكل منها اجتني ريحه الطحينه والحلاوه. اعتقد هي قطعه حلاوه، موضوع غريب جدا. انت محضر حالك تاكل براوني هيك ساده، هي غير. خلونا نجربها مع الحلاوه. مم. واو، فكرة غريبة جدا بس مصدوم، كتير طيبة. انبسطت عن جد، انبسطت فيها. لا هي والله ابداع هي الفكرة. وهلا خلونا نشوف الكتاكيت الحلوين، كثير على بالي يجربون انا. وبما اني انا كثير بحب التوت البري فراح اخذ اللي فيها التوت. خلونا نجربها. يلا هيك ناخذ من تحت شوي كمان. شو هذا؟ هذا مو تشيز كيك، هذا شيء غريب جدا. انا حاليا بصدمة. في نكهة البلو بيريز، في سمسم على الوجه، في الكيك من تحت. هي طبقة طحينة مع شيء حلو رمضاني بحت. هي في على وشها فستق حلبي وتمر. خلونا نجرب. خلونا نقول مهلبين نوعا ما، كثير طيب. هي مثل الاكلات اللي نحن بنعرفها، لذيذه وطيبه. اللي ما بده يغامر ويجرب شيء جديد، نصيحه خذوا هي، كثير طيبه. هيك مثل مهلبيه وما ورد، انا عجبتني جدا. اما هي للي بيحبوا يجربوا الشغلات الجديده مثلي، بتمنى منكم تجربوهم وتعطوني رايكم بكل صراحه، لانه بيستاهلوا التجربه. وهذا كان الفيديو لليوم، نشوفكم على خير. سلام.